قبل ما نبدأ، عايزك تبص على حياتك دلوقتي، مش من بره، من جوه. كم مرة قلت هتغير؟ دي آخر مرة، المرة دي بجد. وكملت يومين وبعدين ولا حاجة. خليني أطمنك، انت مش حالة خاصة، انت نتيجة طريقة تفكير اتزرعت فيك وانت مش واخد بالك. الفصل الأول: ليه بتستنزف قبل ما تبدأ؟ انت مش بتفشل في التنفيذ، انت بتفشل قبل التنفيذ. بتستهلك طاقتك في تفكير زيادة، مقارنة، سيناريوهات، خوف من النهاية، فتوصل لمرحلة انك متعب من غير ما تعمل حاجة. مثال: زي واحد قاعد يفكر يسافر لحد ما يخلص البنزين وهو لسه في مكانه. الفصل الثاني: عقلك بيحبك بس بيأذيك. عقلك مش شرير، عقلك عايزك آمن مش ناجح. عشان كده يخوفك من البداية، يهون من قيمة الخطوة، يضخم التعب ويقولك مش دلوقتي، استنى لما تبقى جاهز، خلص الحاجة دي الأول. ولو فضلت تستنى الجاهزية عمرك ما هتتحرك. حقيقة، الجاهزية وهم، الحركة هي اللي بتخلقها. الفصل الثالث: ليه الالتزام صعب؟ علشان الالتزام بيكشفك لنفسك. انت مش خايف من التعب، انت خايف تكتشف انك قصير، او انك محتاج وقت اطول، او انك انسان عادي. فبتنسحب قبل ما تشوف الحقيقة. مثال: طالب ما بيدخلش الامتحان مش لانه مش فاهم، لكن لانه خايف يعرف مستواه. الفصل الرابع: الاحساس مش القائد. اكبر غلطة عملتها انك سلمت القيادة لاحساسك. تحس، تشتغل، تكسل، تقف، تزهق، تهرب. بس اسمعني كويس، الإحساس تابع مش قائد. الناجحين بيشتغلوا وبعدين الإحساس يلحقهم، مش العكس. الفصل الخامس: سر الناس اللي بتكمل. مش أذكى، مش أقوى، مش أحسن منك، هم بس بيعملوا حاجة واحدة: بيقللوا مساحة التفاوض مع نفسهم. ما بيسألوش أعمل ولا لأ، لكن أعمل إزاي حتى وأنا تعبان. الفصل السادس: قاعدة 1%. مش محتاج تغير حياتك، محتاج تغير اتجاهك. 1% يوميا، بعد شهر شخص تاني، بعد سنة حياة تانية. مثال عملي: 10 دقايق قراية، 15 دقيقة شغل مركز، حركة بسيطة لجسمك، مش بطولي بس ثابت. الفصل السابع: الانضباط الحقيقي. الانضباط مش قسوة، الانضباط احترام. احترام لوقتك، لكلمتك، لنفسك. كل مرة تلتزم حتى وانت مش حاسس بتبني ثقة داخلية محدش يقدر يهزها. الفصل الثامن: غير السؤال. مش ليه أنا كده، لكن إيه الخطوة اللي ما تكسرش. مش أعمل إيه، لكن أعمل إيه دلوقتي. السؤال الصح بيحركك غصب عنك. خليني أختم بحاجة واحدة: أنت مش محتاج تتحول ولا تبقى شخص جديد، أنت محتاج تبطل تهرب من النسخة اللي جواك اللي عايزة تعيش بجد. ابدأ صغير، بس ابدأ حقيقي.